ابويا ابشرك، ترى قدمت اوراقي الوظيفة في شركة في البلاد. يا سلام، ها وش قالوا؟ والله يا ابوي قال بنشوف طلبك وبنرد عليك ان شاء الله. ايه، بكم بويا طبعت الاوراق اليوم؟ والله طبعتهن بنص ريال، مو بغاليات. لو خذيت بها صحندان وتريلت كان خيار لك. الله يهديك يا ابوي، لا تحبطني، ترى توني مقدم على الطلب. اسمعني يا ولدي، الوظيفة مثل السكتون، اللي سددت زين ومسكت الزناد صح قتلت عمرك واللي قتلت لي قدامك، فهمت؟ ها يا راشد، ما تفكر تشتغل؟ يا ابوي والله الشغل متعب، واصلا ما يناسبني شغل في مكتب. تخيل اقعد مرتز من الصبح للظهر، حاشا لله ما اروم. لا يناسبك مكتب ولا ميداني ولا تعاوني في العزبة، بالله عليك وش يناسبك؟ سفري؟ ليش لا؟ اذا تدفع لي اصير مستشار سياحي، يا سلام، اسميني بدور هالدنيا كلها من الشرق للغرب. خلي ولدي يعيش حياته يا مانع، الوظيفة ما تستاهل، تعب عليه حليله. الله يرحم ايام ابوك يوم كان يلم الصخام نص النهار يهار، اللي يسمع تكلمين عن التعب يقول هذه جايه من شيء من البلدان، ما كانها عايشه بين الزروب، واذا تسبحت بالخطا جتها حساسيه. ابو عطش يا ريال، وين انت من زمان ما ريتك؟ مانع، حي الله هالشوف، وش حالك؟ حالنا طيب، بس الشغل اليوم صار تعب على الفاضي. كيف التعب وانت متقاعد من زمن يدي؟ اقصد عيالنا وعيالك ما حصلوا وظايف صنعه. المشكلة ما في الوظايف، المشكلة في العيال اللي بالراتب ينزل له وهو راقد، مرة يبي يتسدح ويدخله الماكينة هش البطاقة. عمي ترى الزمن تغير الحين، والشغل يباله تخصص. وانا شو 5 سنوات وانا ادرس في الجامعة، لكن مو بهني المشكلة في هالبلاد ما مخلي لنا فرصة. حمد انت شاطر، ليش ما تسوي مشروع خاص؟ وابوك مع فلوس ما شاء الله. مشروع يا ام سلطان، والكرفاية من لها. يا ريال الحل بسيط، نربي عيالنا على الصبر والاجتهاد بس، وانا اقول نربيهم على القناعة، المهم انهم ما يتبعون رغي السرى. اوه كلام كبير، سير عليه العود.